صادق يدعس 8 القائد حسام تقى 5 حاد من الجهة اليمنى محاولة للتوزيع الكرة على القائد 7 أحمد الجفالي النادي الإفريقي عكس عمايو أمام المحرق البحريني في ذهاب الدور الثاني الترجي الاتحاد النادي الإفريقي وبدرجة مدرب سعيد السيبي في المرمى معز حسن بالرقم 13 الاختيارات لهذا اليوم هناك تعديلات عديدة 8 من فوزين في رادس أمام الأولمبي الباجي 1-0 نعم كرة ملعوبة للنادي الإفريقي من علي العامري خطيرة لكن هناك بدوي طويلة تلعب في الاتجاه محمد علي العامري لكن الاتحاد الرياضي المنستيري يحاول السيطرة بالاستحواذ من سوير ذوادي يسدد ذكريات التتويج بأول كأس هنا في استاد بن جنات في ذا على أملهما بالبطولة نعم الليلة سارة النادي الافريقي دخل لمرحله البلاي اوف مراوغه ممتازه والمواصله واهم شيء يلاحظ في اللقاءات الاخيره الى بيني كره لاحمد الجفالي لكن تقطع بلعبيدي 8 لاري العزوني وثلاثي خط الهجوم 5 كره قصيره مع حسام تقى افتكاك كرة من سام امام 3 لاعبين من النادي الافريقي يمر بسام ممتاز بسام شير بن سعيد كرة ملعوبة في نقطة ضربة الجزاء الرأسية ياتي في الاتحاد بسام الدلي احسن معاونية الاتحاد هو بطل المجموعة ب 29 في منطقة الجزاء خطيرة خطيرة مقران ياخذها التحضير بوتيج التسديد تضرب في نادر الغندري طويل وخطورة كبيرة شكلها في هذه اللقطة بعد الخروج أنا قريب حكم المباراة من اللقطة هذه الكرة لمست في الدلي التغطية من جانب أحمد خليل كرة أخيرة التحذير ثم التسديد من عبد القادر بحاول مرور توزيعة خطيرة كرة جول والصادق يستير بحضور أحباء الاتحاد كرة ملعوبة في منطقة الجزاء قبل أن يتدخل وحيد الجهاوي المساعد الأول بداية المباراة سيد السيبي يحاول يحفز لاعبيه كرة من معز حسن آخر 0-0 هنا في المنستير 2021 جزائريين بعد الأول لتوفيق الشريفي الآن عبد الحكيم مقرع من سوير الذوادي لمحمد علي العمري لكن كرة طويلة في منطقة الجزاء الابعاد من بسام كرة من أحمد طويلة لعلي العامري في منطقة الجزاء للمشاركة مع الاتحاد الرياضي المنستيري كرة أخرى اختيار التشكيل الأساسي وهذه كرة خطيرة جول 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 هدف أول للنادي الإفريقي من جانب علي العامري يضرب بكرة كانت مخادعة لدفاع الاتحاد الرياضي المنستيري نعم علي المهاجم السابق للاتحاد الرياضي المنستيري يدشن ويفتتح مدونة التسجيل في هذه المباراة احتجاج من عناصر الاتحاد الرياضي المنستيري كرة كانت ملعوبة من دماس للنادي الافريقي بسرعة هذه الكرة بسام الدلي يتجاوز محمد علي العمري التوزيع حسام تقى يمهد لعلي العمري يضرب بقوة يضع الهدف الأول هنا ممكن اللقطة التي يحتج عليها لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري هل كان هناك دفع من محمد علي العمري حاول على القائم الثاني خطيرة للاتحاد ابعاد من جانب السبيع في مجموعة اللقب النادي الافريقي الوحيد هذه كره من جانب محمد علي العمري خطيره لعلي العمري صادق يدعس تجاوز بسام الدلي يهرب محمد علي كره لكن هناك لمسه يد قائمه كره من حسام تقى توزيعها في منطقه الجزاء يدعس هديه لم يستغلها محمد علي العمري حسام تقى الكره والراسيه من احمد الجفالي في المباراة رقم 44 التحذير كان من 8 مرات للاتحاد الرياضي المنستيري كرة من زهير الذوادي ملعوبة أكثر ثقة عند عناصره كرة ملعوبة هذا أغلب العناصر الأساسية موجودة على دكة الاحتياطيين كرة ملعوبة من جانب علي مرهنة كبيرة على علي العامري من جانب سعيد الأول ابعاد من دفاع الاتحاد وكرة من زهير الذوادي يضرب قدم للنادي الجديد في فراس بالعربي كرة ملعوبة من جانب نادر بسام الدلي معز حسن وخطيرة فرصة التعادل الركنية من لاري العزوني على القائمة شكل خطورة في هذا الشوط الأول دقيقة 26 كرة ملعوبة لزهير الذوادي زهير مع عثمان للظهير الأيسر بسام
الدالي الكرة هذه كرة بسام، يا الله على بسام وعلى الصفاقسي التي انتهت بالتعادل 0. والمخالفة للاتحاد المنستيري، كرة على القائم الأول أحمد، الكرة المرتدة علي العامري والحارس صادق عن شهب العبيدي أمام تقريبا 3-4 مدافعين. يحاول علي العامري على يسار الحارس معز حسن، كرة خطيرة تعود من المستقبل الرياضي بالرجيش، وكرة ملعوبة في منطقة الجزاء. كونغولي من الكونغو الديمقراطية، مونغو بيني طويلة من بسام ملعوبة في منطقة الجزاء. معز حسن، حلول متوفرة للمدرب تركو لوفيتش في الشوط ملعوبة من بسام طويلة في منطقة الجزاء، ابعاد من دفاع 3 تعادلات 4 هزايم. كرة للاتحاد وسقوط 0. 2021 و2022 ب3 أهداف. فرحاتي مهدي الوزرفي وسام بن يحيى حمدي العبيدي غدخاوي خطيره فرصه للاتحاد التصويب والكره من نادر الغندري. بالنسبه للنادي الافريقي يتواجد من زاويه اخرى للاتحاد الرياضي المنستيري امام 4 لاعبين. تفتك تعود مرة أخرى من وترى ثم هيكل الشيخاوي يثبت الدفاع ثم المهم الظهير الأيسر الاتحاد الرياضي المنير القاسمي ومحمد أمين بوزيان مع التحكيم مقران نادر الغندري للاتحاد الرياضي المنستيري. تنفيذ التماس من بسام الدلي قد يكون في التشكيل الاساسي. قبل هذا كره خطيره من هجوم الجفاني العرضيه والابعاد من زواير الذوي قادم 4 لاعبين فقط. كره ملعوبه في منطقه الجزاء خطيره، كره للافريقي علي العامري يسقط عليه والكره بمخالفها خطوره لهجوم الاتحاد الرياضي المنستيري. ما زالت الهجمه خطيره وكلين شيت في السابق. كره ملعوبه من زواير الذوادي الراسيه، حوار بين توفيق الشريفي وحبيبا بنسبة مئوية كبيرة. نهاية طويلة النادي الافريقي دو طرفين الاتحاد والنادي الافريقي في مباراة مغلقة. مرفوعة الكرة توفيق الشريفي لعلي العزوني. استقر زين الدين زيدان على خطوته المقبلة في عالم التدريب بعد عامين من الغياب منذ انتهاء ولايته الثانية مع الريال في صيف 2021. وكشفت شبكة RMC سبورت أن زيدان يميل كثيرا للعمل مع يوفنتوس الذي لمع بين صفوفه في فترة بين عامي 96 و 2001. وأضافت إلى أن زيزو يرغب في قيادة مشروع رياضي طويل الأمد إذا كلف الأمر الغياب عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لعوامل أهولة. وقالت صحيفة السامبا ذكرت الشهر الماضي أن زيدان في مفاوضات متقدمة مع اليوفي، لكن الأمر الواحد قد يغير الأمور هو مكالمة من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد. لكن الشبكة الفرنسية أكدت الأمور تغيرت، زيدان لا يفكر في العودة إلى الريال رغم أنه ليس الخيار مستبعدا، إلى أن زيزو أولويته الحالية هي يوفنتوس. أوضحت أن هناك عقبة مالية أمام اليوفي قبل التعاقد مع زيدان، وهي إقالة ماكسيميليو إليغري الذي يرتبط بعقده حتى صيف 2025 ويتقاضى راتبا سنويا قدره 7 ملايين يورو. وأشارت إلى أن إقالة إليغري ستكلف الخزينة نحو 20 مليون يورو، لكنها ستكون بسيطة أما الرغبة الأكبر في التعاقد مع زيدان.